ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ميسون. دلوقتي هنتكلم في وصفة حلوة جدا انا بسميها الماسك الكوري. يعني لو جبنا اي كريم كوري بالشيء الفلاني هتبقى نفس نتيجة الماسك ده، ويمكن كمان الماسك ده احلى كمان شوية، مش شوية كمان احلى كتير. ماسك طبيعي بمكونات رخيصة جدا من مطبخك من بيتك، هيديكي تفتيح، هيديكي نضارة، هيديكي هيقفل المسام لو عندك مسامات واسعة، لو بشرتك بهتانه، لو بشرتك تعبانه، لو انت مش عايزه تحطي ميك اب، كل ده استخدمي الماسك ده كل يوم لمده 20 دقيقه على بشرتك. بس هتحسي بنتيجه ما تتصوريش هتبقى هايله ازاي. نقدر نعمل كل اسبوع الماسك ده ونحطه في التلاجة. واللي مهتم بالوصفه وعايز يعرف ايه الماسك اللي ممكن يفتح بشرتي في 5 دقايق، وخمس دقايق كمان هعمل الماسك ده، مش هكتر عن كده، هو سريع جدا. واللي مهتم بالوصفه يتابع معايا الفيديو للاخر، ويلا بينا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ميسون. دلوقتي هنتكلم في وصفة حلوة جدا انا بسميها الماسك الكوري. يعني لو جبنا اي كريم كوري بالشيء الفلاني هتبقى نفس نتيجة الماسك ده، ويمكن كمان الماسك ده احلى كمان شوية، مش شوية كمان احلى كتير. ماسك طبيعي بمكونات رخيصة جدا من مطبخك من بيتك، هيديكي تفتيح، هيديكي نضارة، هيديكي هيقفل المسام لو عندك مسامات واسعة، لو بشرتك بهتانه، لو بشرتك تعبانه، لو انت مش عايزه تحطي ميك اب، كل ده استخدمي الماسك ده كل يوم لمده 20 دقيقه على بشرتك. بس هتحسي بنتيجه ما تتصوريش هتبقى هايله ازاي. نقدر نعمل كل اسبوع الماسك ده ونحطه في التلاجة. واللي مهتم بالوصفه وعايز يعرف ايه الماسك اللي ممكن يفتح بشرتي في 5 دقايق، وخمس دقايق كمان هعمل الماسك ده، مش هكتر عن كده، هو سريع جدا. واللي مهتم بالوصفه يتابع معايا الفيديو للاخر، ويلا بينا نبدا. بعد الوصفة هناخد معلقة من الشوفان المطحون، تمام، وهنحط عليها مية مغلية. اهم حاجة تكون المية سخنة جدا عشان نقدر ان احنا ناخد القوام اللي احنا عايزينه او المية اللي احنا عايزينها. هندوبها كويس قوي. لو حسينا ان احنا محتاجين مية زيادة بنضيف عادي، مفيش مشكلة. هندوب كويس قوي، ولازم المية تبقى سخنة زي ما اتفقنا. بناخد المية دي وبنصفيها. طبعا الشوفان فوائد هايلة جدا للبشرة، تفتيح، نضارة، بيخلي الوش منور من اول مرة، بنحس بالتأثير ده. زي ما قلنا هندوب الشوفان في المية المغلية كويس جدا. لو احتاجنا اي كمية مية بنضيف على حسب الكمية بتاعت الشوفان اللي احنا ضايفينها. خلاص، هناخد المية دي وهنصفيها كويس قوي في مصفى ضيقه، بحيث ان احنا ما يبقاش فيه اي شوائب. شايفين الشوائب كلها اللي نزلت في المصفى دي معايا؟ احنا دي بقى مش عايزينها، احنا كنا عايزين الميه اللي عامله زي اللبن دي اللي طلعت معانا من الشوفان. بعد كده هنعمل ايه؟ هنضيف معلقه من الرز المطحون، تمام. ضفنا معلقه من الرز، هندوبها كويس جدا. خلاص، المية اللي احنا صفيناها بتاعه الشوفان. وطبعا فوائد الرز برضو هايلة جدا في التفتيح للبشرة والنضارة، وان احنا بنقفل مسام البشرة الواسعة. خلاص، هنضيف بعد كده معلقة من النشا. ممكن نبدل عادي، يعني ممكن نحط معلقة النشا الاول وبعدين نحط معلقة الرز، مفيش مشكلة. هنضيف معلقة من النشا وهنقلب كويس جدا. طبعا المية دافية، فاحنا هنوصل قوام كريمي. هنفضل نقلب لغاية ما نوصل للقوام الكريمي. احنا فضلنا نقلب اهو لغاية ما وصلنا للقوام اللي شبه القوام الكريمي كده. وصلنا لمرحلة الماسك اللي احنا المفروض هنفردها على البشرة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. يبقى احنا حطينا المية بتاعة الشوفان وصفيناها. وطبعا اهم حاجة انها تبقى مية سخنة، طبعا سخنة جدا، مية مغلية، علشان نقدر نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، حطينا معلقة من النشا، حطينا معلقة من الرز، واخر حاجة من الرز المطحون طبعا. واخر حاجة دلوقتي احنا هنعملها ان احنا هنحط معلقة من العسل. الماسك ده بقى هيعمل ايه؟ الماسك ده هيفتح، هيدي نضارة، هيقفل المسام الواسعة. كل الكلام ده بيعمله الماسك ده. طب هنعمل ايه الماسك ده؟ ممكن لو انتوا عملتوا كمية كبيرة من الرز والنشا والشوفان
هنقدر ان احنا نحفظه في التلاجة وناخد منه معلقتين ونضيف معلقة عسل في كل مرة ناخد منه الجزء بتاعنا اللي احنا هنضيفه على وشنا. لو عملتوا كمية على قد الاستخدام مرة واحدة يبقى هنضيف كمية العسل زي ما انا عملت كده، معلقة العسل على الكمية اللي انا هفردها على بشرتي. الماسك ده هنستخدمه كل يوم لمدة 20 دقيقة، وبعد كده بنشطف الوش بمية فترة، وبنقفل المسام بمكعب تلج او بمية ساقعة. طبعا احنا دلوقتي في الشتاء فبتنزل المية ساقعة عادي من الحنفية، نشطف بيها وشنا بعد المية الفترة، وبنكون كده قفلنا مسام البشرة. نكرر الماسك ده يا بنات كل يوم، بجد هايل الماسك ده في التفتيح. يعني اتفرجي على بشرتك بعد اسبوع من استخدامك يوميا للماسك ده. الماسك ده جميل جدا للنضارة، جميل للتفتيح، جميل جدا ان هو بيقفل المسام وبيضيقها. هتجربوا من اول مره هتحسوا بفرق. لو انت عندك مناسبه، لو انت عندك اي حاجه عايزه تحطي ميك اب مثلا، لو انت مش لاحقه تحطي حتى ميك اب وعايزه تنزلي على طول ووشك فيه مش ناضر او فيه بهتان او حاجه، الماسك ده هايل، جربيه هيعجبك جدا جدا. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، واستنوني في وصفه جديده. معاكم كانت ميسون، وان شاء الله يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ويلا باي باي.